اختار ورقه من دول واللي هديها لك هديها لك دلوقتي. كتر خير الناس الله اكبر، ده انت حظك حلو. الدنيا فيها 300 جنيه، تضحك لك وقلوب صافية احلى 300 جنيه. احلى كل 300 جنيه انت في عين خير اقل شيء في ايديك احلى 300 جنيه لاحلى راجل في الدنيا. الله يستر عليكم حق جهنم. ربنا يبارك لك. ربنا يستر عليكم حق جهنم. ربنا يبارك لك يا حاج. ناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزالك كل خير. انت بتشتغل من الساعه كام لكام يا حاج؟ انا من 3 للساعه 10 بالليل ومن الساعه 11. من 3 ل 11. اه من 3 ل 11. واليوميه بتاعتك بتبقى كام يا حاج؟ والله انا عن اليوميه بتاعتنا 74 جنيه، بروح بتبقى 30 واخد 44 جنيه. يعني ايه بتصفي لك 44 جنيه؟ اه التفصيله بتاعتي 44 جنيه في الثمان ساعات شغل. 8 ساعات شغل. وربنا يستر عليك وعلى ربنا يستر زيكم عليك. حاجه النبي يا ان رب. شاء الله نكون قدرنا نفرحك يا النهارده. رب يستر عليكم حاجه. ربنا يخليك يا ابويا. يلا سلام عليكم. الله. ده لا بيقول لي اليوميه بتاعته 74 جنيه. يا نهار ابيض. لا مش بس كده، 74 جنيه. انتوا عارفين بيقول لي ايه؟ بيقول لي اليوميه بتاعته بتصفي له 44 جنيه في اليوم، بيصرف 30 جنيه مواصلات. هو كده يعني يا عم الحاج ما حسبش ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. يعني هو كده ما حسبش ان هو بياكل، بيصفي له 44 جنيه. انتوا متخيلين حد بيشتغل في اليوم كله 44 جنيه؟ والله العظيم ما بتجيبش سندوتش. سندوتشات الكفته او الفراخ او اللي انا لسه موزعها من شويه، السندوتش ب 90 جنيه. والله انا ما عارف، هي الناس دي عايشه بفضل ربنا، مش عايشه باي حاجه تاني. طب الناس ازاي بتقبض المبالغ دي؟ يعني في حد يعني بيعمل دراسه وبيبقى عارف المبلغ ده بيجيب ايه؟ طب هل احنا بنفكر قبل ما ندي عامل زي ده شقيان 8 ساعات نديله 74 جنيه بغض النظر ان هو بيصرف نصهم اصلا مواصلات؟ يا ريت يا جماعه ان يعني يا ريت الناس تراجع والناس تتقي ربنا في الناس الغلابه اللي زي كده. والله انا ما عارف انا اقول ايه. انا الراجل وجع قلبي والله العظيم وانا بتكلم معاه لما بيقول لي بيصفي في الاخر 44 جنيه. طب هو بيعمل بيهم ايه ال 44 جنيه غير ان هو عايش بفضل ربنا مش بفضل اي حد تاني؟